بما ان عجبكم وصفه الدولمه اللي فاتت يا عراقيين، قررت النهارده اعمل تشريب دجاج. الاكله دي مشهوره جدا في العراق ومش هتاخد في غير نص ساعه، ومكوناتها موجوده في اي بيت. تشريب بيحب البصل. لازم بقى نشيل السمين دوت. شويه زيت، بعد كده الفراخ، ننزل بالبصل، وهنحط النومي البصره اللي هو الليمون المجفف مع ورقتين لوري، شويه بهارات فراخ مع 7 بهارات مع سنه جوز الطيب وفصين حبهان اللي هو الهيل، شويه فلفل اسود، اخر حاجه معانا الملح. عايز اقول لكم الريحه جامده. معلقتين صلصه طماطم مضروبه في الخلاط، بس انا بحب اجيبها جاهزه على طول. دلوقتي الميه المغليه نغطيها بقى دلوقتي كده لحد ما تستوي. بقى نقطع العيش، استوي كويس جدا، ننزل بالحمص كده، هنسيبها 10 دقايق بالظبط وهناكل احلى تشريب دجاج. يا لهوي يا لهوي على السياحين يا جماعه، وربي عظمه ما تحلاش غير بالبصل الاخضر. طول عمري اسمع عن لعنه الفراعنه، انما اقتنعت ان في لعنه العراقيين وهي اكلهم الجميل.